بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع البطل مغوار حبيب ربنا يسوع شهيد المسيح مع الشهيد فلوباتير ماركوريوس ابو سيفين. والنهارده هنحكي معجزتين كده للبطل الجميل دوت، وهنشوف شفاعته القوية في المعجزات شكلها ايه. بيتحكى عن اب وام كانت ليهم بنت في ابتدائي اسمها إيريني، وكانت الطفلة دي عنيدة جدا، ما بتحبش حد يقعد مكانها في الفصل. وفي يوم قعد مكانها واحدة تانية ومرضتش انها تقوم حتى في دخول المدرسة اليها، فالطفلة صممت انها تقعد في مكانها. فالمدرسة ما كان منها انها مسكت عصاية وكانت هتضربهم هما الاتنين، لكن للأسف طرف المسطرة جه في عين إيريني وحست بمية كتير بتنزل من عينيها، ومسكت بايديها على عينيها وخافت جدا، فودتها للطبيبة والنظرة، لكن ما قدروش يعملوا حاجة، فاتصلوا بأهلها يجوا ياخدوها عشان يتصرفوا بسرعة قبل ما تحصل مشاكل أكبر. راحت الأم بيها جري المستشفى وهي مخضوضة ومش عارفة تعمل ايه، فالدكتور قال لازم عملية لتفريغ العين نهائي وإلا هتحصل مضاعفات. فقدام إصرار الدكتور الأهل وافقوا، وبعدين فراحوا الأب الكاهن في الكنيسة وكان عيد أبو سفين، فاداهم زيت أبو سفين وصلالهم وادهنوا بيها عينيها كل يوم وحتى قبل العملية. وفعلا كانوا بيدهنوا بيها كل يوم وقبل العملية. ودخلت العملية ودخل الدكتور فبيكشف لقى ان العين سليمة، بس هي بس تحركها مش ثابت. فالدكتور خرج من اوضه العمليات يضرب كف على كف ازاي ان العين اللي هو كشف عليها المفرغه دي رجعت تاني، ويدوبك بس هي لثبات العين مش اكتر. فلف عليها شاش وقال لها هي اسبوع بالكتير وهتبقى عينيها سليمه، هي ما فيهاش حاجه. لدرجه ان الدكتور استعجب، الزيت اللي انتوا دهنتوه ده من نوعيته ايه وازاي كده، انتوا اكيد فيكوا حاجه ربنا. فهم قالوا له ان احنا في عيد ابو سفين ودهنا بيها. ولما فاقت الطفلة إيريني من البنج فقالوا لها ان عينيكي بقت كويسة وسليمة. قالت لهم ايوه، لان جالي بطل جميل كده راكب في حصان وسمعت صوت قداس وهو بيلف حوالين القبة، والحصان كل شوية بيرتفع لغاية لما شفته، ونزل من عليه القديس ابو سفين وقال لها انا القديس ابو سفين جاي اشفيكي بقوة ربنا يسوع. فبيقول لها مالك يا إيريني؟ فبتقول له عينيا وجعاني. وحط ايديه على عينيها وحست بقوة بتسرف جوه عينيها اللي كانت انفضت دي، ورجع لها نظرها تاني وقال لها ان شاء الله هتشوفي وهتبقي احسن من الاول كمان. وفعلا الطفلة حست بقوة عجيبة بتسرف جسمها وفي عينيها، وحست ان ربنا اتمجد معاها، وفعلا شالت الشاش وبقت بتشوف احسن من الاول بكتير. وده ببركة الشهيد ابو سفين. بركته تكون معاكم ومعانا امين. وفي معجزة تانية كانت في أب وأم ما بيخلفوش بقالهم كتير، لكن كانوا دايما بيترددوا على دير أبو سفين ويتشفعوا بيه ويدهنوا بزيت أبو سفين. وكانت عندها أمانة إن هي مش هتخلف طفل واحد لكن هتخلف طفلين، لأن أبو سفين معاه سيفين. وكان بتردد على أطباء كتير جدا، وكان بتردد كمان على دير أبو سفين هي وزوجها كتير، وكانوا بيصلوا لهم وبيرفعوا قداسات من أجلهم. وفعلا آه بعد كام شهر أنجبوا ولد وبنت، وده كان بشفاعة القديس أبو سفين ماركوريوس. وبركة شفاعته تكون معاكم ومعانا أمين. وكل اللي طلب عند القديس أبو سفين تتحقق ببركة عيده اللي موجود اليومين دول، وكل طلبات الصلاة تتحقق بصلاة القديس أبو سفين. احنا وانتو وكل من طلب وقال يا أبو سفين انجدنا من كل ضيقة ومن كل شدة أمين. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، وبشفاعة القديس أبو سفين وكل القديسين تكون معاكم ومعانا أمين يا رب.